قصة الملاية اللف. الملاية اللف قطعة سوداء من القماش تلف بأحكام على الجسد. كانت من أهم الأزياء في مصر زمان، اعتمدت عليها النساء قديما. عن بداية الظهور يختلف خبراء الأزياء في هذا الأمر. يقال إن بعض السيدات الرومان هم أول من ارتدى الملاية اللف، وانتقلت مع الوقت إلى البحر المتوسط ثم إلى الإسكندرية، وقبل ثورة 1952 بدأوا في ارتدائها، وانتشرت بشكل كبير جدا في مصر، وتحديدا في الدولة العثمانية كان بها محلات لبيع الملايات اللف، من بينها خان الملايات. لم يتعامل الفتيات مع الملايات اللف على اعتبار انها ظاهرة، إلا انها أصبحت جزءا أساسيا من ملابسهم. فقد ظل ستات البلاد السواحلية يرتدين الملاية اللف حتى نهاية الثمانينات، وعلى الرغم من انتشارها إلا أن شكلها كان يتغير دايما من محافظة إلى أخرى. فلم تكن المرأة في قرى الدلتا ترتدي الملاية اللف بنفس ضيق وقصر البنات في المحافظات الساحلية. كان شكل الملاية اللف بالنسبة للفتيات يختلف كثيرا عن السيدات. القماش المطاط اللامع مخصص للشابات، أما الملايات المصنوعة من القطن وغير اللامعة فهي من أجل السيدات. البرقع والخلخال أشياء ارتبطت بالملاية اللف، فكانت من الأشياء الرئيسية التي تعتمد عليها المرأة في إطلالتها بالملاية لكي يزداد شكلها أنوثة وجمال. أما مع ثورة 1952 بدأ شكل الملابس يتغير تدريجيا وأصبح مختلفا تماما لكي يتناسب مع طبيعة المرحلة، ومن هنا اختفت الملايات اللف. شكرا.